السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات على القناة. إن شاء الله بنبدأ مع بعض النهاردة سلسلة شرح المنهج الجديد، منهج الصف الثاني الإعدادي رياضيات. ونبدأ زي ما احنا متعودين دايما بالصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا شباب هنشرح مع بعض المنهج من خلال الكتاب المدرسة، كتاب جميل جدا. نقطة بقى ان المنهج كبير او المنهج صغير او كل الحاجات دي احنا مش محل نقاش معانا. احنا وظيفتنا ان احنا كمدرسين ان احنا ان شاء الله بنشرح لكم المنهج وبنحاول نبسطه بأبسط الطرق، ونوضح كل المفاهيم الخاصة بالمنهج. وان شاء الله بيكون في جروب واتساب للمناقشة وحل التمارين اللي هي الخاصة بالتقويم. نبدأ نشوف الدرس الأول معانا اللي هو درس الأعداد الحقيقية. درس الأعداد الحقيقية درس جميل جدا، وطبعا هنا المنهج ماشي بالتسلسل. كنا أخذنا قبل كده مجموعة الأعداد الطبيعية، مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية N، الصحيحة Z. هنا النهاردة إن شاء الله بناخد مجموعة الأعداد الحقيقية. وعلشان ندرس مجموعة الأعداد الحقيقية لازم ناخد الشق الثاني للأعداد النسبية. كنا اتكلمنا ان الاعداد النسبية اللي هي كنا بنرمز لها بالرمز Q، قلنا ان هي كل الاعداد التي يمكن كتابتها على الصورة بسط ومقام A على B، وطبعا البي لا تساوي صفر. لما نيجي نقول النهاردة ان في اعداد غير نسبية، دايما في الرياضيات نسبي كيو يبقى غير نسبي كيو داش او كيو شرط. فهنا بيقول لي العدد غير النسبي هو عدد لا يمكن كتابته على الصورة ايه على بي، يعني مش هعرف اعمله بسط ومقام. طيب يا استاذ احنا عارفين النسبية اللي هي بسط ومقام، عدد عشري منتهي، عدد عشري دائر، زي مثلا 5/7 ده نسبي، والتلاتة نسبي لأن مقامه واحد، والسالب 2 نسبي، والصفر نسبي، والصفر علامة 15 ده كده 15 من 100 ده برضه نسبي لأن أقدر أعمله 15 على 100. عندنا كمان العدد العشري الدائر زي 0.3 دائر، ده كده برضو عدد ايه نسبي، لان انت لو جبت الآلة الحاسبة بتاعتك كده اهو وكتبت على الآلة الحاسبة 0.333 اللي هو 3/10 دائر وضغطت يساوي، فهو بيكتبها على صورة بسط ومقام 1 على كام؟ 1/3. انما لو عدد عشري غير منتهي لا، ده يبقى غير نسبي. يبقى الاعداد الغير نسبية هتكون زي الجذور التربيعية لأعداد ليست مربع كامل، يبقى ده كده أعداد نسبية. طب غير نسبي زي مثلا جذر 5 ده مش هعرف أحسبه، ولو كتبته بالآلة الحاسبة جذر 5 وضغطت يساوي فبيطلع جذر 5 زي ما هو، معنى كده إن الآلة ما هتحسبوش. ولو ضغطت على المفتاح SD ده اللي هو بيخليها علامة عشرية هتلاقي عدد عشري غير إيه؟ غير منتهي، يعني في بعد العلامة أرقام كتير جدا. والجذور التكعيبية للأعداد اللي هي ليست مكعب كامل زي الجذر التكعيبي مثلا ل7، ده أيضا لو كتبته على الآلة هتلاقي عدد عشري غير منتهي. والباي اللي هي القيمة التقريبية. دي الثلاث أنواع اللي هي إيه؟ اللي هي بتاع العدد الغير نسبي طبعا، وبتشمل معاها كمان اللي هو عدد إيه؟ عشري غير منتهي، يعني عدد عشري في بعد العلامة كده أرقام كتير بس إحنا مش هنعرف إيه نحطها في صيغة مثلا بسط ومقام أو في صيغة عدد عشري إيه دائر. شوف بعد كده السؤال الأول، وهنا السؤال الأول بيناقش معانا، يعني بيشوفنا أنا فهمت عن إيه عدد نسبي وعدد غير نسبي ولا لأ، ولا في مشكلة. بيقول لي أي من الأعداد التالية عدد نسبي وأيها عدد غير نسبي مع ذكر السبب. طبعا سالب 12 ده هيبقى هنقول له عدد إيه؟ نسبي. ليه؟ لأن ده عبارة عن سالب 12 على 1، قدرت أكتبه على صورة بسط وإيه؟ ومقام. جذر 25 ده بيساوي 5، يبقى عدد إيه؟ عدد نسبي.
السبب إن جذر 25 يساوي 5، سواء بقى أنت عارفها أو تقدر كمان تعملها بالآلة الحاسبة. جذر 25 يساوي كام؟ يساوي 5. طبعا احنا عارفين إن الخمسة دي مقامها إيه؟ مقامها 1. جذر 13 أنت وقفت، أنت مش عارف تحسب، يبقى هنا هقول له إيه؟ غير نسبي. ليه؟ لأن يا أستاذ أنا لما كتبت على الآلة الحاسبة جذر 13 لقيته إيه؟ زي ما هو، يعني الآلة ما بتحسبوش لأنه العدد غير مربع كامل أو ليس مربع كامل. لو ضغطت على المفتاح اس دي شايف بعد العلامة في عدد إيه؟ عدد غير منتهي. يبقى هنا غير نسبي لأنه يبقى هنقول له إنه ليس، أو 13 ليس مربع كامل. يبقى العدد 13 ليس مربع كامل، يعني ملوش جذر. يعني الجذر التكعيبي السالب 27 هتعرف تحسبه ولا لا؟ مش هنعرف يا استاذ. لا هنعرف. انت حتى لو انت نسيت امسك الآلة الحاسبة واكتب شيفت وجذر، يعني الجذر التكعيبي لسالب 27 طبعا اللي هي كام؟ سالب 3. يبقى هنا طالما انا بعرف احسبه ليه قيمة بسط ومقام، يبقى هنا نقول له عدد ايه؟ نسبي. السبب لان الجذر التكعيبي لسالب 27 ده بيساوي سالب 3 اللي هي مقامها كام؟ مقامها 1. طيب 2 و2 على 5 ده عدد نسبي، عدد صحيح وكسر، اقدر اعمله بسط ومقام بالشكل ده. اضرب واجمع. 2 الخمسة تنزل الاول 2 ضرب 5 يبقى 10، 10 و2 يبقى 12، يبقى 12 على 5. طيب يا استاذ لو انا حابب اكتب حاجة زي دي على الآلة اكتبها ازاي؟ اضغط معايا على الآلة شيفت وكسر واكتب 2 و2 على 5 واضغط يساوي. طلع 12 على 5 فعلا زي ما احنا حسبناها يدويا. طب سالب الجذر التكعيبي ال10 لا مش هنعرف نحسبه، ده غير نسبي. خلاص بقى مش محتاج آلة حاسبة لأن ال10 ليس مكعب كامل، يعني ملهاش جذر تكعيبي. 0.125 يبقى هنا دي عدد نسبي. السبب يا أستاذ إن أنا أقدر أعملها 125 على 1000، وأقدر كمان أكتبها على الآلة الحاسبة. هتلاقي إن هي بسط ومقام أهو، 0 علامة 125 تساوي. طلع 1 على كام؟ على 8. طبعا 125 على 1000 برضه لو اختصرناها هتطلع 1 على كام؟ على 8. النقطة رقم 8 بيقول لي 3.6 دائر. أول ما تشوف الشرطة دي يعني ده عدد عشري دائري أو دائر، يبقى ده بنقول عليه عدد نسبي. طيب أنا لو جبت الآلة الحاسبة كده وكتبت 3 علامة 6 6 6 6 ستات كتير كده وضغطت يساوي، فهي بتعملها بسط ومقام 11 على إيه؟ 11 على 3. هقول له لأن التلاتة دي و6 دائر اقدر اكتبها على صورة بسط ومقام 11 على 3. يبقى كده خلاص احنا عرفنا ان العدد النسبي بقدر اكتبه على صورة بسط ومقام، والعدد الغير نسبي مش هنقدر نكتبه على صورة بسط ومقام. حتى احنا عندنا مثل بيقول ايه؟ اما كانش احمد يبقى ايه؟ الحاج احمد. يبقى العدد يا اما نسبي يا اما غير ايه؟ غير نسبي. النقطة اللي بعد كده بيتكلم في ايجاد قيمة تقريبية لعدد غير نسبي. عندنا قاعدة بتقول إن أي عدد غير نسبي يقع بين عددين نسبيين ويمكن تمثيله على خط الأعداد بنقطة تقع بين هذين العددين. طيب هو هنا الفكرة إن إحنا لو جينا مثلا جبنا عدد غير نسبي زي 6 مثلا، جذر 6، جذر 6 ده بيساوي كام؟ لو ضغطت على الاس دي 2.44 تقريبا 2.44 يبقى جذر 6 يساوي تقريبا 2.449، وده اقدر اقول ان هو اكبر من واقل من. يبقى جذر 6 اكبر من 2.4 واقل من 2.5. طبعا ده عدد نسبي وده عدد نسبي، يبقى فعلا اي عدد غير نسبي يقع بين عددين نسبيين. طيب انواع الاسئله هتيجي هنا ازاي؟
أنا هنا جبت القيمة التقريبية بالآلة. فيه نوع من الأسئلة هنا مهم جدا، بيقول لنا اوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما كل عدد من الأعداد الآتية وعين موقعه التقريبي على خط الأعداد. تعالوا نشوف النقطة رقم إيه؟ رقم 1. النقطة رقم 1 اللي هي جذر 11. خلينا نقول ال11 أكبر من كام وأقل من كام، بس أنت لما تكون شغال مع جذر تربيعي عايزين أعداد مربعة، يعني ليها جذر تربيعي. طيب يا أستاذ قبل ال11 في 10، لأ في 9، 9 تمام ليها جذر تربيعي. بعد ال11 في 12 مش هتنفع، 13 لأ، 14 15 16 مظبوط ممتاز اللي قال 16، يبقى هنا 16. يبقى أنا كده قلت إن ال11 بين ال9 وال16. يبقى جذر ال11 نحط جذر هنا وهنا وهنا، في كل حتة بنحط إيه؟ جذر. طبعا هنا هنلاحظ حاجة جميلة جدا هتظهر معانا، إيه هي بقى؟ إن جذر 11 ده عدد غير نسبي هينزل زي ما هو. إنما جذر 9 كلنا عارفين إن هي 3، وجذر 16 عارفين إن هي 4. يبقى كده جذر 11 يقع بين 3 و4. جذر 11 يقع بين ال3 وال4. طيب إيه رأيكم ال11 أقرب لل9 ولا أقرب لل16؟ لا أقرب لل9، يبقى هيكون كمان قريب. شوف بيقول لك إيه؟ اوجد عددين صحيحين متتاليين، قلنا 3 و4 وعين موقعه التقريبي، هيكون أقرب من ال3 ولا أقرب من ال4؟ لا أقرب لل3 يا أستاذ. يبقى هنا كده لما نعمل خط أعداد بالشكل ده أهو، ده خط أعداد، ونبدأ نحط الأعداد بتاعتنا على الخط. 3 1 2 3 4. وأنا بحط النقطة بتاع العدد اللي هو جذر 11 هحطها قريبة شوية من ال3 دي كده جذر 11. وحاجة كمان للتأكيد، يعني أنت تقدر تكتب كمان على الآلة جذر 11 يساوي وتضغط اس دي طالعة تقريبا 3.3 فعلا. يبقى أنت إيه الرسم بتاعك فعلا رسم إيه تقريبا مظبوط. النقطة رقم 2 هنا جذر تكعيبي. طيب هتعامل ازاي مع الجذر الايه التكعيبي؟ طيب نكتب مع بعض كده 20 اكبر من واقل من. طالما انت شغال مع جذر تكعيبي يبقى اشتغل مع اعداد مكعبة ليها جذر تكعيبي. طبعا احنا عارفين الاعداد اللي ليها جذر تكعيبي 1 و8 و27. خلاص يبقى ال20 قبلها 8 وبعدها 27. ولما ناخد الجذر التكعيبي هنا وهنا وهنا، ال20 ده عدد غير نسبي او الجذر التكعيبي 20 فهينزل زي ما هو، يبقى الجذر التكعيبي 20. ويبقى هنا دي 2 الجذر التكعيبي 8 والجذر التكعيبي 27 كام؟ 3. طيب جميل جدا. يبقى الجذر التكعيبي 20 يقع بين 2 و3. طيب هو قريب من مين يا أستاذ؟ أنت بص أنت ال20 قريبة من ال8 ولا قريبة من ال27؟ لا قريبة من ال27. يبقى الجذر التكعيبي 20 ده قريب من ال3. يبقى لو قال لك قدر قيمته نقول له تقريبا 3. أما نعمل الخط بتاعنا 1 2 3 1 2 3. أما نيجي نضع النقطة الخاصة بجذر التكعيبي 20 نخليها قريبة شوية من ال3. ده كده الجذر التكعيبي 20. وكمان زي ما اتفقنا لو جبنا الآلة الحاسبة وكتبنا الجذر التكعيبي 20 يساوي طلع 2.7 يعني 2.7 يعني تقريبا ايه 3. لو انت هتقربها هتبقى تقريبا ايه 3. ده كده كان النوع اللي هو
اوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما عدد غير نسبي ومثله على خط الأعداد. النقطة اللي بعد كده بيقول لي يوجد المستطيل الذهبي. يعني ايه يا استاذ مستطيل ذهبي؟ المستطيل الذهبي ده هو عبارة عن مستطيل النسبة بين طوله وعرضه بتساوي 1 زائد جذر 5 على 2. طول على العرض 1 زائد جذر 5 على 2. بقول لي قدر هذه القيمة. يعني ايه قدر؟ يعني احنا عايزينها تساوي كام تقريبا بس بدون آلة. والله يا استاذ بدون آلة. اولا هنشوف الجذر 5 قيمتها كام تقريبا. جذر 5 اكبر من واقل من. ايه رأيكم مين اللي قبل ال5 ليها جذر؟ 4 يبقى جذر 4. مين اللي بعدها ليها جذر؟ 9 يبقى جذر 9. يعني كده جذر 5 اكبر من 2 واقل من 3. ولكن هي قريبة من مين؟ ايه رأيكم؟ ال5 قريبة من ال4 ولا قريبة من ال9؟ لا قريبة من ال4. يعني كده يا استاذ ده معناه وهذا يعني أن جذر 5 تساوي تقريبا 2. ده أنا كده بشتغل من غير آلة. ولو كمان جبت الآلة وكتبت على الآلة جذر 5 يساوي وضغطت اس دي هتلاقي تقريبا 2.2. عشان كده احنا كنسلنا الاتنين في التقريب. احنا عايزين المقدار بتاعنا بقى والنسبة بتاعتنا 1 زائد جذر 5 على 2. يعني 1 زائد 2. هنا بدلنا، لاحظ كده معايا، بدلنا الجذر 5 دي بدلناها ب2. يبقى 1 زائد 2 على 2 واللي هي بتساوي، طبعا دي قيمة تقريبية، يبقى بتساوي تقريبا 3 على 2 اللي هي 1 ونص. 3 على 2 اللي هي بتساوي تقريبا 1.5. طيب يا استاذ انا خلصت، بس يعني حابب ان انا اتاكد من الحل بتاعي. امسك الآلة الحاسبة واعمل شرطة كسر 1 زائد جذر 5 وانزل تحت واكتب على 2 واضغط يساوي واضغط اس دي هتلاقيها فعلا 1.6 تقريبا. في فرق يا استاذ؟ ما هو في فرق لان انت عامل قيمة تقريبية بدون استخدام اي آلة حاسبة. طيب كده يبقى خلصنا المثال رقم 3. ودلوقتي هندخل على مجموعة الأعداد الحقيقية. قال لك إن كل الأعداد اللي أنت درستها سواء نسبية أو غير نسبية كلهم مع بعض كده هنسميهم مجموعة جديدة اسمها مجموعة الأعداد الحقيقية. يعني الأعداد الطبيعية والأعداد الصحيحة والأعداد النسبية والغير نسبية كل ده كده بيدخل جوه مجموعة جديدة بنسميها ريال نمبر اللي هي الأعداد الحقيقية وبنرمز لها بالرمز R. يبقى الR تساوي Q اتحاد Q شرط الأعداد النسبية والغير نسبية. طب احنا عايزين أمثلة جذر 2 3 4 كل الأعداد اللي انت شفتها. طيب يا أستاذ نعم، فين الأعداد اللي هي هنقول عليها ليست حقيقية؟ الجذر التربيعي لسالب 25 دي ما نعرفهاش لحد دلوقتي. الجذر التربيعي لعدد سالب ده هنقول عليه غير حقيقي، يعني لا ينتمي للآر اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية. يبقى أي عدد أنت درسته يعني موجود في الأعداد الحقيقية ما عدا العدد اللي هو جذر تربيعي لعدد سالب. طيب الأسئلة هتيجي هنا ازاي يا أستاذ؟ تعالوا بس نشوف مع بعض إن مجموعة الأعداد الحقيقية بتشمل النسبية والغير نسبية، ومجموعة الأعداد النسبية جواها الأعداد الصحيحة والأعداد الصحيحة جواها الأعداد الطبيعية. دلوقتي احنا هنبدأ نديك مثال ونشوف تصنيف الأعداد. العدد ده بينتمي لأي مجموعة؟ رقم 1 63 دائر، هل ينتمي للكيو داج ولا لا؟ طبعا ده عدد نسبي، يبقى هنا لما يقول لي كيو داج يعني غير نسبي هقول له لا ينتمي. رقم 2 جذر 5 عدد حقيقي؟ يعني ينتمي يعني موجود. رقم 3 القيمة المطلقة لسالب 4 يعني 4، هل ده عدد طبيعي؟ نعم، يبقى اقول له ينتمي.
الجذر التكعيبي لتلاتة وتلاتة على 8. امسك الآلة الحاسبة كده. انت طبعا احنا بنشرح بالخطوات، وبرضه لازم تكون عارف ايه استخدام الآلة الحاسبة. واضغط شيفت وكسر واكتب 3 واتحرك كده واكتب 3 على 8. هنشوف الناتج هيطلع ايه. الناتج طالع 3 على 2. وهنا 3 على 2. هل ده عدد صحيح؟ زد أعداد صحيحة؟ لا طبعا، يبقى أقول له لا ينتمي. الجذر التكعيبي لتلاتة، هل ده عدد نسبي؟ لا، لأن ده التلاتة ليس مكعب كامل، يبقى لا ينتمي. هل الجذر التربيعي لسالب 1 ينتمي لآر؟ لا يا مستر، ده احنا لسه قايلين اهو إن الجذر التربيعي لعدد سالب ده لا ينتمي لآر، ودي لسه قايلينها في الشرح حالا اهو. الجذر التربيعي لعدد سالب لا ينتمي لآر، سواء بقى كان سالب 1 سالب 5 سالب 25 أيا كان. طيب بعد ما شفنا المثال ده ندخل على النوع الأخير من المسائل في الدرس بتاعنا، اللي هو حل المعادلات. ولي أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية، ومديني طبعا الإيه المجموعة اللي احنا هنشتغل فيها. هنا بنشتغل في الكيو داش. المسألة رقم 1 3 إكس تربيع ناقص 7 بتساوي 8. هناخد السالب 7 دي هنعمل لها معكوس، نضيف 7 للطرفين أو ننقلها بعكس الإشارة زي ما أنت شغال، مفيش أي مشكلة خالص. ويبقى هنا 3 إكس تربيع بتساوي 8 زائد 7 يبقى 15. يا أستاذ هنقسم على 3، يبقى هنا على 3 وهنا على 3. هيطلع معانا إكس تربيع بتساوي 15 على 3 يعني 5. هنا بناخد الجذر التربيعي، وخلي بالك وانت بتاخد الجذر لازم تحط موجب أو سالب جذر 5. يبقى هنا مجموعة الحل. هل الأعداد دي أعداد غير نسبية؟ تنتمي للكيو داش، يعني نكتبها جوه مجموعة الحل. نكتبها جوه مجموعة الحل جذر 5 وسالب جذر 5. السؤال الثاني بيقول 4. السؤال الثاني 4 إكس تكعيب. هننقل ال 15 بعكس الإشارة، يبقى تساوي سالب 17 ناقص 15. يبقى 4 إكس تكعيب تساوي سالب 32. هنقسم على كم؟ نقسم على كم يا شباب؟ هنقسم يا أستاذ على 4 هنا وعلى 4 هنا. تمام، ممتازين. يبقى الإكس تكعيب تساوي سالب 32 على 4 يعني سالب 8. الإكس تكعيب بتساوي سالب 8. نقسم على كم حاليا؟ مش هنقسم يا أستاذ، ده احنا هناخد الجذر التكعيبي. ممتازين. يبقى الإكس تساوي الجذر التكعيبي لسالب 8. واحنا اتفقنا ان لما ناخد الجذر التكعيبي ما بنكتبش موجب او سالب، هي قيمة واحدة، يبقى سالب 2. هل العدد سالب 2 ده موجود في الكيو داش؟ لا يا أستاذ، ده عدد نسبي، يبقى لا ينتمي للكيو داش. وبالتالي هنقول ان مجموعة الحل تساوي ايه؟ تساوي فاي. مجموعة الحل تساوي ايه؟ تساوي فاي. دي كانت المسألة رقم 2، ويلا بينا نشوف المسألة رقم ايه؟ رقم 3. المسألة رقم 3 بيقول نص إكس تربيع. نص إكس تربيع تساوي، هنا هننقل الواحد بعكس الإشارة، يبقى سالب 4 ناقص 1. يبقى نص إكس تربيع تساوي سالب 5. طبعا هنا انت عندك نص إكس تربيع، عشان تخلص من النص ده اضرب في 2. يبقى الإكس تربيع، وهنا لما نضرب في 2 سالب 5 ضرب 2 يعني سالب 10. وهناخد الجذر التربيعي، يبقى إكس بتساوي موجب أو سالب جذر سالب 10. خلي بالك هنا دي كده ليس لها معنى أو لا تنتمي لآر. ليه يا أستاذ؟ احنا اتفقنا إن الجذر التربيعي لعدد سالب مش موجود. يبقى هنا مجموعة الحل تساوي فاي.
النقطة رقم 4 بيقول 5 اكس تكعيب. خلي بالك بقى ان هنا في اكس تكعيب في الطرفين، خلينا ننقل الاكس تكعيب في طرف واحد، يبقى 5 اكس تكعيب ناقص 4 اكس تكعيب، والتمانية وتلاتة على 4 هنزود لها ربع. يبقى احنا كده يعني بنصفي الدنيا كلها، نخلي الاكس تكعيب في طرف والاعداد في طرف. 5 اكس تكعيب ناقص 4 اكس تكعيب يبقى اكس تكعيب واحدة بس. ولو انا جبت الآلة الحاسبة وكتبت 8 شيفت وكسر 8 و3 ارباع و3 على 4 وزودنا ربع هتبقى 9. بس عشان الطلاب اللي عندهم مشكلة في الحسابات يقدر يعملها بالآلة الحاسبة، مفيش مشكلة، تبقى 9. الاكس تكعيب ب9. احنا حاليا هناخد جذر تربيعي ولا جذر تكعيبي؟ لا يا استاذ جذر تكعيبي. يبقى الاكس بتساوي الجذر التكعيبي ل9. تمام. هل ده هعرف احسبه؟ لا مش هعرف احسبه، يبقى ده عدد غير نسبي، ولكن هو في كل حال من الاحوال هو عدد عدد ايه؟ عدد حقيقي، يعني ينتمي لار. هقول له ينتمي لار. طب وده معناه ايه؟ معناه ان مجموعة الحل بتساوي الجذر التكعيبي ل9، وبكده يبقى انتهت الايه؟ المسألة بتاعتنا. المنهج كويس، طويل او مش طويل دي مش هنقدر نحكم عليها من البداية، ولكن احنا هنمشي مع المنهج ان شاء الله درس بدرس وخطوة بخطوة، وبكده يبقى وصلنا لنهاية الدرس الأول. إن شاء الله تقييم الدرس بيكون واجب، وبنناقشه إن شاء الله من خلال جروب الواتساب اللي هنسيبه لكم في الوصف بتاع الفيديو. وإن شاء الله لو احتاجنا إن احنا ندخل على زوم حصة كل أسبوع نحل التمارين، يعني تبقى حصة شرح على اليوتيوب وحصة للتمارين على برنامج زوم، إن شاء الله بنعمل كده. بالتوفيق لكم جميعا، وفي الختام نسألكم الدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.